احنا كان عندنا الاصابه بتاعه الرباط الصليبي الامامي ده، كان مقطوع قطع كامل. عملنا اعاده بناء للرباط، خدنا الرقعه الوتريه من عند الكاحل. كان عندنا قرحه سطح المفصل دي اتعمل لها تصقيب، وكان عندنا قطع في الغضروف الهلالي الداخلي في يعني تآكل فيه في الجزء اللي هو الداخلي. الحته دي استأصلناها عشان ما تعملش تعليقه في الركبه بعد كده ان شاء الله. تمام، هو كده افضل صح؟ عشان هو ملوش اصلاح، يعني القطع اللي عندنا ما يتخيطش يعني. لا ما ينفعش يتخيط. كان هو السبب في لو رجلك بتخونك او كده؟ لا صح؟ السبب في الخيانه الرباط الصليبي. الرباط الصليبي كان مقطوع قطع كده. دلوقتي الحمد لله بعد ما عدينا الرقعه وثبتناها، الركبه ثابته خالص الحمد لله. نبدا بقى اعاده تاهيل تعمل قويه للعضله الرباعيه الاماميه. ابتداء من النهارده ان شاء الله، اول ما رجلينا تفك نشد مشط الرجل لفوق، تخشب العضله 50 عده مثلا مع كل اذان صلاه. ترفع رجلك وهي مفروده 50 عدة كده، اطلع برجلي كده هو تاني رجلي مش دلوقتي صح؟ وتلف كده يعني عادي، اتنى على قد ما تقدر. مش مشكله يعني. المهم في الاول خالص فرد الركبه، لازم الركبه تبقى مفروده 180 درجه. تحط حاجه تحت كعب الرجل وتتاكد ان ركبتك مفروده 180 درجه. دي اهم حاجه في الاول. ماشي. الثاني كده كده يعني، حتى لو احنا طخنا فيه شويه بنرجع نجيبه بالعلاج الطبيعي. تمام. انا هبدأ علاج طبيعي.